الورد ده بناء على طلبكم كتير كتب لي في التعليقات عايزين الطريقة، كنت منزلاها زي ما قلت لكم. ان شاء الله هنبدأها مع بعض دلوقتي. متنسوش حبايبي في لايك، ولو مشتركتيش اشتركي في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل وردة معايا طلبت كتير على القناة. كنت منزله لها فيديو سريع، اللي هو من اللي هي الفيديوهات القصيرة. فطلبت مني ازاي الطريقة بالظبط، فيلا بينا ننفذ الطريقة مع بعض. اول حاجة هنعمل عقدة البداية، تمام، اللي هي كده حرف الاكس، وبننزل ونسحب اللي جوه ونمسك الطرف الطويل ونعمل سلسلة. تمام، هندخل جوه الدايرة دي ونعمل 6 حشو. 1 2 3 4 5. انا شغالة على فتلتين عشان الخيط رفيع جدا. 6. تمام، خلاص هسحب الطرف القصير ده، اقفل الدايرة بتاعتي خالص. طيب احنا هنشتغل حلزوني، فالجماعة المبتدئين يعلموا معانا بالماركر او اي فتلة لون تاني. هنيجي تحت اول غرزة حشو معانا 1 2 3 4 5 6، هندخل تحتها اهو ونسحب ونعمل تزايد. يعني ايه تزايد؟ يعني 2 حشو في نفس المكان اهو. اول واحدة علميها بالماركر، ماشي. في كل واحدة هندخل نعمل تزايد. احنا معانا 6، لما نعمل التزايد هيبقى معانا كام؟ 12. اخلصهم عشان وقت الفيديو وارجع لكم. انا حبيبي خلصت التزايد، بقى معايا 12 غرزة حشو. طب السطر الجاي هنعمل ايه؟ اول غرزة حشو واحدة، ادي 1. اللي بعدها 2 في نفس المكان، 2 حشو في نفس المكان. تمام، هنمشي سطر غرزة فيها حشو واحدة وغرزة تزايد، ماشي. خلص السطر وارجع لكم. انا حبيبي خلصت. هتعدي الغرز بتاعتك هتلاقيهم 18 غرزة. تمام، السطر التالت عبارة عن ايه؟ اول واحدة حشو، تاني واحدة حشو، تالت غرزة 2 حشو تزايد في نفس المكان. تمام اهو. يبقى همشي واحدة حشو، التانية حشو، التالتة تزايد في نفس المكان، يعني 2 حشو. السطر ده هتعدي الغرز بعد ما تخلصي هتلاقيهم 24 غرزة. انا حبايبي خلصت السطر الثالث، معانا زي ما قلنا 24. السطر الرابع ندخل في اول واحدة ونعمل حشو، سوري، التانية حشو، التالتة حشو، الرابعة تزايد يعني 2 في نفس المكان. يبقى هنمشي 3 غرز، 1 2 3، وفي الغرزة الرابعة نعمل ايه؟ 2 تزايد، ماشي. اخلص السطر وارجع لكم. بصوا حبيبي ركزوا بقى معايا في الجزئية دي. طبعا انا قصيت الخيط، خلصت معانا 30 غرزة. هننزل كده تحت السلسلة اي غرزة ونسحب معانا الخيط. عايز تعملها بخيط سادة مفيش اي مشكلة. تمام، هسحب الخيط، ارتفع سلسلة، هقول 1 2 3 4 5 6. تمام. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ شايفين كده معايا من ورا؟ شايفين السلسلة اللي بتبقى من ورا دي؟ مش احنا عندنا هنا حلقة امامي وحلقة خلفي؟ ولو دورنا كده السلسلة بتاعتنا هنلاقي في سلسلة في الظهر. هي دي اللي احنا هنشتغل فيها. ازاي؟ هرجع تاني اخر واحدة، حاولي تبقى ايه ايدك واسعة فيها اهو. الف كده وادخل فيها اهو. هي اول واحدة، وبعد كده الباقي بيبقى سهل بيظهر لك ان شاء الله اهو. خلاص اروح سحبة الخيط ومخليه حلقتين على الابرة، اروح للي بعدها واسحب اهو وخليهم على الابرة اللي بعدها. بصوا سهلة بقت تبان على الابرة اهو اهو.
على الابرة اللي بعدها اهو على الابرة، واخر واحدة معانا اهو. تعال نعد كده معانا كام حلقة، 1 2 3 4 5 6 7 بيزيدوا معاكي. تمام، نعدل الوردة بتاعتنا عادي كده. خلاص حبايبي، الجزئية دي هاجي بقى على السلسلة الغرزة الحشو اللي بعدها وادخل واسحب. معانا حلقة كمان بقوا 8. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هلف لفة على الابرة واطلع من حلقتين حلقتين، 1 2 3 4 5 6 ها الأخيرة 7. تمام، وروحوا لافين كده بسرعة الحلقة اللي من ورا ندخل. بس قبل ما نعمل كده نعمل ايه بقى؟ هنرتفع سلسلة ونرجع كده على السلسلة اللي احنا ارتفعنا عليها وندخل في الحلقة اللي من ورا زي ما اتفقنا ونسحب الخيط. ادي 1. تمام، بصوا ده تعادلة الشغل. اهي الحلقة اللي احنا بندخل فيها اللي هي اللي من ورا، ادي 2. اللي بعدها ادي 3. بصوا هي باينة من هنا اهي، ادي سوري ادي 4. لازم ادخل صح اهو. اللي بعدها ادي 5. هي مرهقة شوية بس النتيجة بتاعتها بتبقى جميلة بصراحة اهو. اللي بعدها انا وصلت لكم الفكرة بتاعتها، بس هاجي بقى فين؟ على غرزة الحشو اللي عليها الدور وادخل واطلع بحلقة كمان. تعال نعد كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 بقوا 9. طيب هسحب من على الخيط اللي معايا واطلع من حلقتين حلقتين، 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام لحد كده. طيب هرتفع سلسلة كمان والف بسرعة كده وهي واسعة وادخل في الحلقة بتاعتها من ورا اهي. ممكن نرجع نعملها تاني عشان نخليها واسعة شوية تبقى سهلة معانا اهي. سوري يا جماعة اهي. نرتفع كده ونلف وندخل في الحلقة اللي من ورا ونسحب. 1 2 2 3. عشان ما تتضايقيش كده حاولي وانتي بتطلعي من الحلقات ما تضايقيش ايدك، ماشي اهو. اخر واحدة ونروح على الحشو اللي عليها الدور ونسحب ونطلع. تمام اهو. نطلع بقى من حلقتين 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 اهو بالشكل ده. اخر 2 نوسع ايدينا فيها. السطر بقى الجاي مش هنرتفع سلسلة، هنلف وندخل على طول في الحلقة الخلفية دي بتاعت اخر غرزة معانا. وبعد ما ندخل فيها حبايبي مش احنا بنسحب الخيط المفروض. بصوا معايا في الحتة دي، السطر الجاي مش احنا بنرتفع سلسلة ونشتغل في الحلقة اللي هي اللي في النص، لا السطر ده مش هنرتفع. هنروح للحلقة الخلفية بتاعت اخر غرزة احنا عملناها ونسحب. المفروض بنخليها على الابرة، لا هنطلع بيها منزلقة. تمام، ونكمل شغل عادي. ندخل على اللي بعدها ونسحب. ادي 1 ادي 2 ادي 3
ادي 4، ادي 5، ادي 6، ادي 7. ونروح على الغرزة اللي عليها الدور وندخل ونسحب الخيط، سوري اهو. تمام. هسحب بقى حلقتين حلقتين، 2 2 اهو. بالشكل ده كده اهو. اخر 2 اهو. برضو مش هرتفع تاني، امال هعمل ايه؟ هروح على اخر واحدة دي اهو وادخل في ايه حلقتها اللي الخلفية اللي من ورا احنا شغالين فيها، واسحب. وبعدين هطلع بمنزلقة تاني واكمل عادي اهو. سوري، 1 خليه على الابرة. احنا كده بقى بنتناقص عشان نعدل شكل الايه البتلة معانا اهو اهو. بالشكل ده. تمام. ونيجي على الغرزة اللي عليها الدور وندخل ونسحب برضو اهو، ونطلع من 2 2 2 2. طيب ال ال السطر الجاي ايه بقى؟ عبارة عن ايه؟ مش هنرتفع برضو يا حبايبي، وهنرجع ناخد اخر واحدة معانا، اخر. ممكن نرجع نعملها تاني بحيث نوسع ايدينا شوية اهو. المفروض اخر 2 بنطلع منهم اهو. ارجع بسرعة الحلقة بتاعتهم من ورا واسحب اهو، واسحب منزلقة. طب اللي بعدها هسحب برضو منزلقة. ليه؟ خلاص ده اخر ايه اخر فرع معانا اهو. اسحب من اطلع واسحب منزلقة. اللي بعده ادخل واسحب منزلقة. اللي بعدها كذلك، اللي عليها الدور منزلقة اهو. اخر واحدة معانا منزلقة. اجي على الغرزة الحشو اللي عليها الدور وبرضو اطلع منها بايه بمنزلقة. تمام. يبقى ده شكل البتلة معانا خلاص. طيب هعمل ايه تاني بقى؟ هرتفع من مكاني، 1 2 3 4 5 6. انا بكرر للناس اللي اتلخبطوا هنا يشوفوا معايا تاني. هنا بلف كده وادخل على اخر غرزة ستة، اخر سلسلة ستة في الحلقة اللي من ورا دي، شبه العظمة دي، شبه ايه السلسلة بتاعت السمكة. واطلع واسحب. ادي 1 اروح على اللي بعدها، ادي 2 اروح على اللي بعدها، ادي 3 اروح على اللي بعدها، ادي 4 واخر واحدة معانا اهي، ادي 5. لا لسه في واحدة اللي هي على الابرة اهي، ادي 6. تمام. نعمل ايه اللي عليها الدور؟ ندخل ونسحب ونكرر اللي عملنا، نلف ونطلع من 2 ها حلقتين حلقتين اهو بالشكل ده كده، حلقتين حلقتين. اخر واحدة بصوا اهو. احنا هنا عملنا ايه؟ يعتبر 1 2 والتالت دوت، وبعدين عملنا 2 كمان. طيب هنلف، هنرتفع سلسلة ونلف على السلسلة دي بسرعة وندخل في الحلقة اللي في الظهر بتاعتها، سوري اهو. بصوا حاولوا في السلسلة دي توسعوا ايديكم اهو. بصوا اهي اهي، ندخل فيها ونسحب الخيط. ادي 1 اللي بعدها زهرالي، ادي 2 زهرالي عادي خالص، ادي 3 ادي 4
ادي 5 ادي 6 والسبعة، واروح لغرزة الحشو اللي عليها الدور وادخل واسحب ادي 8 واطلع من 2 2 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6 ادي 7 وادي 8. تمام. ارتفع سلسلة كمان والف بسرعة، اخد الحلقة بتاعتها قبل ما تضيق معايا الغرزة وادخل اهو، دخلت اسحب الخيط واخليه على الحلقة. 1 اللي بعدها ادي 2 اللي بعدها ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6 ادي 7 ادي 8 واروح لغرزة الحشو اللي عليها الدور وانزل تحتها واسحب، اطلع من 2 2 2 2. تمام. سوري. اخر 2 اهم، خليها واسعة شوية لاني مش هرتفع، هدخل في السلسلة من الظهر بسرعة من ورا واسحب منزلقة وادخل في اللي بعدها واسحب. ادي 1 ادي 2 ادي 3 سوري ادي 3 اللي بعدها ادي 4 ادي 5 ادي 6 ادي 7 سوري اهي ورا اهي، وارجع هنا فين الحشو اللي عليها الدور واسحب واطلع من 2 2 اهو بالشكل ده كده. اخر 2 هرجع لهم تاني من ورا المفروض وادخل واسحب منزلقة، بس ضاقت معايا اروح فاتحة كده واعملها من اول وجديد عشان اوسعها شوية في ايه وانا بقفل اهو. المفروض اهو كده في واحدة من ورا برجع اخدها بسرعة واسحب بمنزلقة واكمل عادي. 1 2 3 4 5 6 واروح على الحشو اللي عليها الدور واسحب واطلع 1 2 2 حلقتين حلقتين. اخر 2 اوسع ايدي اهو بسرعة بسرعة ادخل واسحب منزلقة اهو بالشكل ده كده. بصوا اهو ده السطر ايه بقى كله هطلع منه بمنزلقة اهو بالشكل ده كده. ادخل هنا كده منزلقة اللي بعدها منزلقة بالشكل ده، واجي على سلسلة الحشو على الدور وبرضو بايه بمنزلقة. طبعا شكلها هيبان معانا لما نعمل 5 بتلات. الدايرة بتاعتنا دي هتكون لنا 5 بتلات. كل لما الخيط يبقى رفيع كل ما تبقى احلى، بس هتتعبك شوية في الشغل يعني عشان بنشتغل في الحلقة اللي في الظهر. يا رب الفيديو يكون عجبكم والطريقة والشرح يكون وصلت لكم. ما تنسونيش بلايك حبايبي، ولو مش اشتركتش في القناة اشتركي وفعلي الجرس.